زولك مثلا خالد عفيت سلك، انت جيتوا. زولك خالد سلك كتب منشور 3 متر بيهني في الجيش يعني اشتغل انا جيت مدني. وانا انت عارف انا والله زعلني زعل الليله، بس انا ما لقيت طريقه، لكن كان لقيت طريقه كان قطعت بيه الزلط والله. انا ولا تقطع بدلت ولا تعيروم، الناس كلهم انا هسي دخلتهم في ملف ضيق ايه حبوب اي. والله انا ده استلمت حاجات قالوا لي وصيله للقوني، ايه وانا الفتشتهم لو ماشيين يلاقوا سيتهم ده الامير ده، بدل بالله. ما تلفوناتهم اشيلها منهم مشان ما يمشوا يسجلوا هم خبيثين. نحن ايه قاعد منتبه للحاجه دي، كنا قاعدين برا وانا والله رافض كنت امشي ذاته ايه الاقي معاه. ايه بدل ما يشيلوا تلفونات اي واحد مع التلفون بيديك ظرف السيد القوني، السيد اها المستشار القوني الى السيد الفريق الاول محمد حمدان، وده وصلوا الى عبد الرحيم. والله ذا عرفت. اسي ذاك انا قعدت ذاك. اسمع الفاضي لا ما يكون وصلتي. لا لا والله، دور كده بس اسمع دور اسمع. والله كلمت. انا شوف داير اقول لك حاجه، في بعض ايه الاشياء ايه لقت استجابه. يعني زول بيقول لك انا والله يا اخي قفل حسابي وانا وما عارف موضوع ايجار وعندي مشكله، انا المعاك ده والله مأجر 3 شقق في اديس ابابا للكلاب ديل نفسهم اقسم بالله، والله لنفس الكلاب. هو لكن الفاضل في حاجه بالمناسبه، انا بس والله يقول لك هسه انت عارف ظروفنا انت عارف انا وظروفنا، والله بس والليله يجي يسبوا لنا يقولوا لك نحن ماليشيا. انت عارف. هسي انا اديتهم هنا والله قدامكم كلكم، انا لا بتكلم مع الشريف الحمداني، لا بتكلم مع غاده، لا بتكلم مع الجرابيع انا الموجودين في التيك توك ديل، انا بتكلم مع اسيادكم وبتسمعوا كلامي ده، وقسما رسالتي دي بتجيكم. لو ديل سفهاء الميديا ديل ما كفوا عن الكلام ده، قلت لخالد سلك ابقى راجل اكتب ميليشيات الدعم السريع، ابقى اكتب قائد الميليشيا، وجعفر حسن هو كذلك. هو وقفوا هو كلابكم ديل، ما وقفتوهم خلينا كتير بس عشان تكونوا ما صالحين للعمل السياسي ذاته. هو والله شوف انا داير اوريك، هو بالمناسبه يا الفاضل، الغلط ما في القحاطه ديل، الغلط ذاته فيكم انتوا ديل، الناس اللي تعاملوا مع القحاطه ديل. وانتوا اقسم بالله رايكم يا اخي عليك الله، رايك ربيع الغلط فينا كيف؟ الربيع زول رايك يقول لك يا اخي انا في هافانا كلوب، هافانا كلوب ده اكبر نادي في مسك الفلوه في اديس ابابا، كله سكر وعزبات مع احترامي لك، وكله قله ادب وصياعي. يقول لك دار لي 60 بير. انت عارف ال 60 بير دي كم؟ يعني خمس 15 يعني الزمن ده كان 10 كده ولا $12 كده. 60 بير انت مش تدفع عليه الليله يجي فيك الادب، عقل دي ما قله ادب. ما هم الناس ديل بالمناسبه قاع المدينه، الناس ديل ما ديل قاع عجب المدينه يا اخي. انتوا الناس. هو شوف انا اوريك، انا ما انتوا خلاص كويس، انا هسه ما خليتكم براكم كده، مشيت جيتوا راجعين نفس كلامي زمان انا كنت بقوله ده. انا بفتكر انه الناس ديل حسالة البشر، انت الناس ديل قايلين شنو؟ الناس ديل مدبوا الايجنت، الناس ديل بيشتغلوا معاك انت، بمشوا بيشتغلوا مع الفلول اي زول ديل شفتها اللي بيدفع لهم اكتر بس بيرقدوا له، ديل شفتها شغالين نظام الدفع قبل الله يكرمك يعني، دي شغالتهم. ولذلك ما تستغرب يعني، انتوا هسه في يوم من الايام، يعني انت هسه في يوم من الايام انت يعني يعني خدت في بالك انه القحاطه ديل ممكن يجي يدعموك في خط التحول المدني والديمقراطي؟ هم لو كانوا بيدعموك، ليه انت الان بتقاتل الفلول؟ ليه ما قاتلوا معك الفلول؟ خالد سيلك ده اقسم بالله العظيم. اقسم بالله يا وكفايه ربيع ما داير اخش هنا، لكن والله الفاضل زعلتني زعل بكلمتك دي. يا اخي نحن محتاجين لطلقه لزول بيعرض نفسه في مواقع اماميه وبيضربوه بانتينوف، انت تمشي تدي قرور لغحاتي عشان يسكن في اديس ابابا. واقسم بالله انا انا اسف معاك يا والله ربيع، خسرت انا من اسف يا حقي، ربيع. والله خسرت من حقي يا اسمك يا اخي. دول يقول لك نحن وقضيه الثوره ونحن التحول الديمقراطي ونحن والله ضد الفلول ليه والكيزان ليه يوم الدين، اتضحوا هم الفلول ولا الكب، نحن زمان كنا بنأجر لهم، هم اصلا ما محتاجين لنا، شغلهم نفاق بس وقله ادب. هو الناس دي ما انا قلت لك، الناس دي هم مشكلتهم شنو؟ الناس دي يا اخي بيشتغلوا بنظريه شنو؟ وهم ما عندهم اخلاق ولا عندهم مبدأ. الناس دي هسه خالد السيلك اللي بيقول ادبه ده، اقسم بالله العظيم انا التيم اللي طلعوا من الخرطوم بعرفهم كلهم، ودينا يا ماني قال لي خالد السيلك ده نمشي 5 دقائق طل كده بطلع سرواله ده بهر عديل كده. اقسم بالله صبيب والله قال لي الزول ده هو ياسر عرمان ديل، اقسم بالله طلعهم قال لي والله الزول ده نحن مشينا لحد ما نطلعه، شوفها يا مان الاشتباكات القويه دي، اقسم بالله والله ودارين الزول انا بجيبه والله يجيبه. والله خالد سيلك ده قال لك بمشي كده بس 5 دقائق كده جري بجري على الشجره فر كده بصب. شفت كيف؟
يا اخي انت ده انت قايله الرجال، انت ده قايله الناس عندهم اخلاق. يا اخي بي مني بي جبريل، يا اخي ده الناس تافهين جدا يا اخي، ده الناس اكلوا القروش وقعدوا. انا ذاتي قلت لك انا ما في ديل، انا محتار انه انت كيف ذاتك تدفع للناس ديل يعني والله انا الكلام ده بالمناسبه ماكل معي جنب ليه هسه. انا والله كمل لي القصه بتاعت القصه دي جايه، والله انا كان سبت لك انت ذاتك يا فاضل، وسبت لكل الناس اللي مشيتوا، لانه كلامه ما صح. انت في النهايه يعني انت الناس ديل هسه خلي سيلك ده جيب وقول له انت كلام ده انا قلت له زمان وهسه بتحدى به. الاعتصام ده بتاع القياده اللي هسه الناس شرحانين ده، قول له القروش الكتب تاكلوا الناس ديل جبتها من وين؟ طبعا هم بيغشوا الناس ديل، بيقولوا للناس جيبوا طلعوا الناس ومساكين ومشوا ناس ما بعرف منو في دقيقة امريكا. دقيقة 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 الربيع اسمع. بعد شويه ذكرت قلت معناه هو قاصد والشرف. والله ده اطلع عليه واقول له انت قايل يعني هم خلاص كده لما حسي زول يجيك هنا منهم في المنصه بتاعتك هنا عشان يتناقش معاك انت يا الفاضل. هو زعلته يا استاذ الشريف الكلمه بتاعت قلت لهم انتوا كنتوا اصلا 56 دي ما عجباكم تمام، وشايفين هنا غيروا الاسم بتاع الدعم السريع ده. الكلام ده ما فيه حاجه يا استاذ. غير كيف الله يغير البراد؟ غيروا الاسم اول حاجه. الحقوش ما بيخليهم الرجال يغيروا حقهم هم المحكمه. اول حاجه نحن اسم الدعم السريع ده ما بنغيره ليوم الدين، ما بنغير اسم الدعم السريع ده تمام، الا في ظل حكومه مدنيه نحن دايرنا. وانتم مش قلتوا ما بتيجي تتحاوروا معايا في منصتي؟ ابقى رجال امشي يتكلموا، انا انتوا ما شغال بكم. على الشريف الحمداني انتوا قبل يوم بتجوا منصتي، هسي تعالوا مالكم، هسي تعالوا نتكاشف، تعالوا قولوا لي انت كذاب، تعالوا قولوا لي الكلام اللي حصل في هافانا كلوب ده غلط، تعالوا قولوا لي اسيادكم ديل لما كانوا ماشيين يلاقوا الامير ما ادوني طلبات قالوا لي امشي وديها. تعالوا انت شريف ما تتسحب انا لايف سعيد، تعال قبل يوم قاعد تجي منصتي دي، تعال هسي اكفي اللايف انت تعال بس. والله انا لو ما اثبتت لك الحاجه دي الله يلعني واخلي سياسه. وعمري الكامل ما هددت زول في التيك توك، عمري الكامل الفاضل ده ما هددت زول في التيك توك. انا لو ما عندي الادله والبراهين اللي بتثبت الكلام ده وعزه جلال الله ما اتكلم فيكم. انا مالي مالكم، انا شايفكم. تعالوا هسي كان غاده الترابي حقتك دي ولا كان واد شرف؟ تعالوا قولوا لي انت كذاب عليك الله. شوف السفيهين دول كده، افتح التليفون ده شوف السفيهين دول فاتحين لايف. ايوه انت ذاتك ما تديهم قيمه اكبر منهم والله الفاضل. شوف السفاهات عليك الله. فاضي عليك الله غاده الترابي شنو بتتكلم عنها يا اخي؟ عليك الله فاضي ترفع انت ذاتك عليك الله. انت في اخر عمرك يا تقعد تتكلم في الطقش يا اخي. اسمع ديل كلهم، انا داير اقول لك حاجه، شوف اسمعني، دي نصيحه مني لك. اسمع اي مدينه في جنبه كده من المدن حقته دي، لا الحرب دي حرب الزعل. الولاد دي اول حاجه اولاد صغار، ما هي الحرب في المقام الاول كده حرب اولاد 89 في بعضهم. يعني انت لما تيجي تقول راس الحيه، يعني الحيه دي لو صنعتك نحن نسميها شنو طيب؟ ما هي انت يعني انت داير راس الحيه بتاعك منو؟ بتاع صلاح قوش. ما صنعك صلاح قوش، صنعك منو؟ الوقت ذاك ما كنت عارف راس الحيه. وركبنا لك تعمل سريع ده سماك لصلاح قوش. قول له ركبنا لك صلاح قوش، لكن انت قول له راكدين لصلاح. ما كنت عارف. قال كيف الفاضل يقول اضرب راس الحيه؟ ليه ما نضرب راس الحيه؟ نضرب شندي ونضرب ميتين ذاته، ونضرب الشماليه ونضرب نهر النيل ونضرب ميتين ونضرب انت ذاته معاهم. شوف الكلب ده عليك الله. هم هسه ناس هو من وين الشريف الحمداني؟ من وين هو؟ هو من شندي يا اخي ما سوى شيء، شنو يعني هو عليك الله. كابوري كده وكده ادينا حاجه على اهلك ديل. انت شريف انا في حاجه بعرفها انا وبتعرفها انت. الشريف الحمدابي احنا في الحرب دي يدنا اتلاقت في صحن واحد، وعزة جلال الله في ملكه. في الحرب دي يدنا اتلاقت في صحن واحد. انا ما بقول لك وين، لانه انا ما زيكم. انا عارفك انت طلعت من السودان كيف، بروايه طلعت من خشمك، انت اخذت وثيقه تسافر بها من حته لحته، ولما وصلت الحته الثانيه مشيت طلعت جوازك بكل جراءه من السفاره السودانيه. زول مسكته الاستخبارات، فكته، طلعته، سفرته دوله ثانيه، الدوله دي سفارتها ادته وثيقه، الوثيقه سافر بها لدوله ثانيه، اخذت منها جواز، ستيل قاعد بالجواز.
انا ما قاعد اتكلم بدون داتا يا شريف، ولا قاعد اسيبك انت وحنان نخرينكم يبقى سمحات يبقى انشينات، ما عندي لكم حاجه، داك شيء ما بيعنيني. لكن انا فرد دول واقع علي وانت اتحداك ماسك لي يا ملف. انت بتمسك لي انا ملف انا ماسك ملف لاسيادك يا اخي. اربابك ديل انا ماسك لهم ملفات، انت تمسك لي انا ملف؟ اي تتكلم في اللغه دي؟ كان اب، كان انت، كان هو خالد سيلك حقك ده، كان جعفر حسن، الراجل فيكم انا بيجي اتكلم في والله انا تغريده خالد سيلك دي والله انا مفترض اتحداه ويمسحها ذاته. والله يا الربيع انا والله اطلع فيديو اتحداه ويمسحها. والله ما مسح التغريده دي نكشح ابوها يا زول. احنا علاقتنا معاهم ذاته حقت اديس ابابا دي احنا بس التزمنا بها، هم ما التزموا بها. ميتينكم وميتين اتفاقا معاكم ذاته، نحن مالنا مالكم.